واحد سألنا قبل أيام قال إيه موقفكم أنتم يا أصحاب حضرموت اللي دائما وأنتم جبناء؟ إيه موقفكم؟ قلنا موقفنا موقف سلفنا، نحن ما لنا موقف. موقفنا الشرعي هو ما وقفوه، ثم موقفنا المناصحة، ثم موقفنا إشاعة السلام في الأمة، ثم موقفنا إعضاد من يستحق الإعضاد. عرفتوا الإعضاد يعني بمعنى أن نقف مع من يستحق أن يوقف معه، لكن من غير حمل سلاح. لا نقبل الدم ولا نقبل الذم. مدرستكم وطريقتكم ومنهجكم الذي بلغ إلى أفجاج العالم لهم ضابط شرعي. كل ما يعملون في المجتمع أنهم لا يقعون في الذم، لأنهم مرتبطين بالنص: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم هيا نزلوا الآية على من يشتم واحد مسلم مثله بنبذ من أنباز الألقاب. الآن المسميات اللي تدور في حياة المسلمين ماذا يدل؟ يدل على أن في عدم التزام بالنصوص. ربما نحن طبقنا النصوص في أمور، بعض الناس مهتم بالنصوص في أمور، لكن الواقع الاجتماعي الذي يقول فيه النبي الدين المعاملة. الدين المعاملة، معاملة الناس لبعضهم البعض. عندما تركت الناس النصوص وتتبعت الحوادث والرغبات والطموحات، انظروا ما الذي حل بأمة محمد. هذا شيء أوعد به النبي، ولهذا قال في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا، ولا بد نعرف هو الشح المطاع، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ماذا أفعل؟ قال: فعليك بخويصة نفسك، ودعك من أمر العوام. هذا الموقف: دعك من أمر العوام ليدور في الواقع، فإن من ورائكم أياما القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. للعامل الصابر الذي ما يتدخل في مشاكل الخلق بل يصلح بينهم بل يجمع كلمتهم له أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال منكم. تستلم أجر 50 صحابي وانت تعيش في عصر الغثاء. نحن الآن نعيش في عصر علامات الساعة الأخيرة، لكن بإمكانك تستلم في صحيفتك كما تقول في رصيدك، يكتبون لك حساب كأنك عشت حياة 50 صحابي من أصحاب النبي. لأنه يصعب الزمان، زمانك لا يساعدك. زماننا الآن يفكك العراء، يفكك العلاقات في حياة المرأة، في حياة الرجل، في حياة الوعي، في حياة المتعلم، في حياة المثقف، في حياة العالم، في كل نماذج الحياة. يفكك الشعوب، يفكك الأمم، حتى كما يقولون فرقها فرق تسد. القرآن يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا ما استطعتم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا منطق السلام ارتفع من الأرض، إذا جاء منطق الحرب، جاء منطق الشيطان. وبالطبع نحن لسنا ضد شيء مما يقام في الأرض، أن هذا أمر الله. قد وقع الحرب من زمان وتكررت الحروب، لكن من أجل قراءة الموقف المبني على النص، ليس الموقف المبني على الحادثة. دائما إذا ربطت نفسك بالحادثة ربما أصبت بعلة من علل الزمان، وإذا ربطت نفسك بالنص ارتحت وأرحت غيرك، وعرفت الناس موقفك. هذا المعنى الذي يشار إليه في مثل هذا الزمان، في مثل هذه الأحوال.